ده الطريق الدائري الثالث حول المدينة المنورة، وده الطريق الدائري الثاني حول وسط المدينة المنورة، وده الطريق الدائري الأول حول المسجد النبوي ومنطقة الفنادق المركزية والمراكز التجارية المحيطة بالمسجد النبوي. هنا مول النور، وهنا مول الهرم بلازا، وهنا العالية مول، وهنا الراشد مول، وجبل أحد بلونه الأحمر يوجد في شمال المدينة المنورة. من أهم الطرق السريعة في السعودية هو طريق الرياض المدينة المنورة. الطريق ده بيعدي على المجمعة وبريدة وعنيزة والحناكية، وامتداده داخل المدينة المنورة يسمى طريق الهجرة. ولو مشيت كده واتجهت للجنوب هتدخل طريق مكة المكرمة أو جدة. المسافة بين الرياض والمدينة المنورة 850 كيلومتر، والمسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 420 كيلومتر. مطار المدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، يقع خارج الدائري الثالث، وطريق المطار هيوصلك من المطار للمسجد النبوي في مسافة حوالي 16 كيلومتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اعتقدش ان واحد مسيحي زيي هيعرف يشرح لحضراتكم المدينة المنورة بأفضل شكل، لأني أعلم أن تلك المدينة شهدت جزءا كبيرا من حياة وسيرة نبي الإسلام محمد بن عبد الله، وأنها تشكل لدى إخوتنا المسلمين تراثا دينيا وتاريخيا في منتهى الأهمية. لكن تعالوا نعرف المدينة المنورة زي ما عرفنا مناطق السعودية ومدن الرياض وجدة من قبل. ليه كتير من الجبال والصخور والأراضي الموجودة قرب المدينة المنورة لونها أسود أو بني غامق؟ هذه الصخور السوداء هي لافا أو لابا خرجت من باطن الأرض، لأن السعودية بها حوالي 2000 بركان خامد. أكثر هذه البراكين يوجد شمال وجنوب المدينة المنورة، وكان آخر بركان يثور في السعودية هو بركان جبل الملساء الذي انفجر في سنة 1256 ميلادية، وخرجت منه الحمم المشتعلة بكميات كبيرة بهذا اللون الأسود. وصارت الحمم مقتربة من المدينة المنورة، وتوقف جريان هذه الحمم على مسافة حوالي 8 كيلومترات من المسجد النبوي. واستمر ثوران بركان جبل الملساء حوالي 50 يوما ثم هدأ تماما حتى يومنا هذا. ومن البراكين الشهيرة أيضا هو جبل القدر بارتفاع 2 كيلومتر فوق سطح البحر قرب مدينة خيبر، وكان يقذف حمم سوداء، وتحس ان الصخور دي لسه محتفظة بحرارتها والتهابها بسبب لونها الأحمر. وعلى بعد 6 كيلو فقط تقع فوهات براكين الجبل الأبيض، فسبحان الله هنا البركان يخرج صخورا سوداء قاتمة، وبجواره بركان آخر يخرج حمما بيضاء، وكلها أتت من باطن الأرض على بعد مئات الكيلومترات من السطح. وكما تلاحظون فإن هذه المنطقة بها عشرات الفوهات البركانية. نعود للمدينة المنورة ونجد أن المسجد النبوي له أبواب كثيرة وقبلته ناحية الجنوب، لأن مكة المكرمة تقع جنوب المدينة المنورة. طول المسجد 400 كيلومتر من الشرق للغرب، وعرضه 230 متر من الشمال للجنوب، وهي مساحة شاسعة. كما تحيط بالمسجد ساحات فسيحة من كل الاتجاهات، ويوجد صف من الأسواق البرتقالية مكتوب عليها منازل الحرم الفندقية وأسواق الحرم. وأما هذه المباني فمعظمها فنادق مريحة تحيط بالمسجد النبوي وبعض المراكز التجارية. أما هذه المنطقة شرق المسجد وطولها 570 متر فتسمى مقبرة البقيع أو بقيع الغرقد. طول المسافة دي 570 متر. يقول ويكيبيديا أن بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد الرسول محمد، وهي من أقرب الأماكن التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي. يضم بقيع الغرقد رفات الآلاف المؤلفة من أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى العصور الماضية، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام. ويروى أن 10,000 صحابي دفنوا فيه، منهم ذو النورين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وأمهات المؤمنين زوجات النبي محمد عدا خديجة وميمونة. كما دفن فيه ابنته فاطمة الزهراء وابنه إبراهيم وعمه العباس
وعمته صفية وزوجته عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفيده الحسن بن علي وآخرين. شمال مقبرة البقيع كانت تلك الأرض عليها منازل قديمة وعشوائية، فتم هدمها في عام 2004 وبني مكانها فنادق مثل تلك الفنادق التي تحيط بالمسجد النبوي، ولكن هذه الفنادق لم تدم طويلا، ففي عام 2013 و2014 تم هدم كل هذه الفنادق، ومن وقتها ويجري العمل في هذا البناء، ولا أعلم هل هو توسعة للمسجد النبوي أم ماذا. توجد أيضا شرق المسجد مساحة ضخمة من الأعمال منذ عدة سنوات، ولكنها لم تنتهي بعد أو حتى تتضح معالمها. يوجد جبل أحد في شمال المدينة المنورة، وطريق الملك فهد يتجه شمالا من المسجد النبوي إلى ساحة معركة أحد شمالا، ومقبرة شهداء أحد التي تبعد عن المسجد النبوي ب3.5 كيلو. وهنا تل صغير يسمى جبل الرماة، وهنا مسجد سيد الشهداء. تخرج من المدينة المنورة طرق كثيرة تربطها بمدن سعودية أخرى، فهذا طريق إلى حائل، وهذا طريق إلى خيبر وتيماء وتبوك، وهذا طريق إلى العلا وإلى تبوك، وهذا طريق إلى أملج ثم الوجه وضبع، وهذا طريق ينبع، وهذا طريق إلى بدر وإلى ينبع أيضا، وهذا هو الطريق إلى رابغ، وهذا هو الطريق إلى مكة والطائف، وهذا هو الطريق إلى المهد يعني محافظة مهد الذهب، ثم إلى وادي الدواسر. سنة 1908 في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تم افتتاح خط سكة حديد يربط دمشق شمالا بالمدينة المنورة جنوبا لخدمة التجار والحجاج ولتقوية نفوذ الدولة العثمانية على بلاد الحجاز، واستخدم هذا الخط الحديدي في أغراض عسكرية لصالح الدولة العثمانية، ولكن هذا الخط لم يدم طويلا وتعرض للتخريب منذ 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى على يد الثوار العرب ضد العثمانيين، وساعدهم في ذلك الإنجليز وتوقف الخط تماما. محطة المدينة المنورة في سكة حديد الحجاز تحولت إلى متحف جميل يحكي قصص الماضي. هذا طريق عمر بن الخطاب، هنا مقر إمارة المدينة، هنا مسجد العنبرية أو مسجد السلطان عبد الحميد، وهنا أمانة منطقة المدينة المنورة، وهنا محطة القطار القديمة التي تحولت إلى متحف. أما محطة القطار الجديدة وهو قطار الحرمين السريع فتوجد شرق المدينة قرب الطريق الدائري الثالث على بعد 8.5 كيلو من المسجد النبوي. طريق الملك عبد العزيز يربط بين محطة القطار السريع والمسجد النبوي، ولكن مسافة كيلومتر من هذا الطريق تم هدمها وجاري إعادة تأهيلها في إطار مشاريع منطقة شرق المسجد النبوي. مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام وأسسه النبي محمد، ويوجد مسجد قباء جنوب المسجد النبوي بمسافة 3 كيلومتر، ويمكنك الوصول إليه عن طريق شارع عبد المحسن بن عبد العزيز ثم طريق الهجرة الواصل بين طريق الرياض وطريق مكة، وهذا يسمى طريق قباء. الفيديو لسه ما انتهاش، لكن من فضلك اشترك في القناة وشجعوني أغطي المملكة العربية السعودية كلها إن شاء الله. شارع عبد المحسن بن عبد العزيز هو طريق قادم من أسفل ساحات المسجد النبوي، وإذا خرجت من الناحية الشمالية فهذا طريق سلطانة، ويذهب بك طريق سلطانة إلى الجامعة الإسلامية وقصر أمير المدينة، وغربهما جامعة طيبة. يفصل بين الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة طريق الأمير نايف ابن عبد العزيز، وهو طريق دائري يبدأ من الجنوب الغربي ويتقاطع مع طريق ينبع السريع الذي يأخذك إلى ينبع وبدر ورابغ، ويتقاطع كذلك طريق الأمير نايف مع طريق عمر بن الخطاب ومع شارع الإمام مسلم، ويمر على مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية ويتقاطع مع طريق السلام. كذلك طريق الأمير نايف يفصل بين الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة ويمر على المربع الطبي الذي يحتوي على مستشفى الملك فهد، ثم يتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق هام جدا هو طريق خالد بن الوليد،
فطريق خالد بن الوليد هو مخرجك من المدينة ومدخلك إليها عندما تنتقل منها إلى خيبر وتيماء وتابوك والعلا وأملج. ولو أنت كنت زائر للمدينة المنورة فما تنساش انك تعدي على مسجد القبلتين والمساجد الستة الأخرى، وكلها تعرف بالمساجد السبعة، فهي قد شهدت فصول وحلقات هامة من تاريخ الإسلام وبداياته. ثم يتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق عثمان بن عفان، هنا محطة معالجة الصرف الصحي، ويمر الطريق شمال جبل أحد ويمر على مستشفى الحرس الوطني. وأصبح طريق الأمير نايف مغلقا عند التقائه بطريق المطار عند مجسم دورق السبيل. طريق عثمان بن عفان قادم من الأودية الشمالية ويمر بجوار محطة الصرف ويمر غرب جبل أحد، وهنا ساحة أحد، وهنا مول النور التجاري، وهذا الطريق الدائري الثاني، وتصل إلى طريق سلطانة وشارع سيد الشهداء. طريق الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يمر عند سوق المدينة الدولي ويستمر كأنه طريق دائري ويتقاطع مع طريق الهجرة الفرعي، وهنا تقع مستشفيات المدينة المنورة، الله يعافيكم ويبعدكم عنها. وهنا بين المستشفيات يبدأ شارع علي بن أبي طالب، وامتداده هو طريق محافظة مهد الذهب ووادي الدواسر، وهو طريق يسير بين فوهات البراكين الخامدة. ويوجد أيضا هنا شارع آخر يسمى علي بن أبي طالب، هذا طريق صلاح الدين الأيوبي، هذا طريق أسماء بنت عمرو، هذا طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، ثم طريق الإمام مسلم. طريق السلام يمضي من الشرق للغرب على نفس استقامة طريق الملك عبد العزيز. من فضلك اضغط على رمز الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.